يا جراح المسلمين، يا دموع النازحين، يا أنين البائسين. طيب مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، يوم حزين ولحظات عصيبة جدا تمر من الكرة الإنجليزية بالأمس. فعلا أحداث مؤسفة شهدتها العديد من أكيد الأماكن هنا في إنجلترا، بخصوص نعم هنا الحدث البارز في ليستر قادم لمسابقة اليوروبا ليج بعد الانتصار الكبير على حساب نادي اليسرى. الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء لفائدة نادي الإنجليزية في هذه المسابقة لتشيلسي وكذلك الأرسنال. هذه الكرة مرفوعة داخل الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة. تلعب هذه الكرة على القائم الثاني. ماذا يفعل كيبا؟ كيبا لحسن حظه ولا واحد يتابع هذه الكرة قبل أن يتم إخراجها من كونتي. فرصة تسديدة هارت يبعد الكرة إلى الركنية في أول تهديد صريح للبلوز، هذه لعدم مجددا الصعود للعب أسبيليكويتا، وبعد ذلك مرفوعا بشكل ممتاز من ويليان يتوغل، ويليان يتقدم، ويليان غير محدود اللاعب البرازيلي ويليان. الكرة ترفع الكرة لكن هناك كيبا مشكل تواصل وسوء تفاهم بين حارس المرمى كيبا وروديغر وكذلك أسبيليكويتا. نعم كاد يستغل هذا سوء التفاهم. أقول لكم بأن وسط الميدان هي قوة ضاربة بالنسبة لنادي تواجه نادي تشيلسي. محاولة المرور، فوكس كان قريب، فوكس كان قريب من مغالطة الحارس كيبا، لكن مرة جانبية. فوكس يطالب بوجوده، يلعبها بسرعة في اتجاه من باركلي. ممتازة ممتازة، سجل ضد ساوثهامبتون وسجل ضد الارسنال، واليوم تعصري بيرلي في هذه اللحظات. تلعب الركنيه على القائميه الثاني. يعني يدخل ويليان، يراوغ ويليان، ممكن يفتح لنفسه المجال، يسدد. ويليان يربح ركنيه. نعم الخطوره الدائمه تاتي معك يا ويليان من الجهه اليسرى بالفعل في اليوروبا ليج كما ذكرت. يبصم لن يفرط في نقاط المباراه، وبالتالي احتلال مركز ثاني خلف ليفربول مؤقتا برصيد 24 نقطة. هنالك مراتا من أجل أن يحسن من أدائه ومن تحركاته في المستطيل الأخضر. هذا هو ألفارو موراتا مرة أخرى يطلب الكرة، يبحث عنها في وسط الميدان، يتدخل هنا لاعب نادي بيرلي. شوف الإعادة مجددا. نعم إمكانية لمتابعة هدف ثاني أسبيليكويتا. العرضية متابعة في الجهة اليسرى بينية. فرصة فرصة فرصة، موراتا يضيع الهدف الثاني. موراتا كان قريب من امضاء الهدف الثاني في صناعة إسبانيا، ومجهود أكثر من رائع لماركوس ألونسو. هذا هو ألونسو، كانت أمامه المساحة، فراغ كبير على مستوى وسط الميدان، يستغل الظهير الأيسر لفائدة فريق بيرلي. مرفوعة داخل منطقة جزاء كيبا. نعم جورجينيو مرة أخرى كان بإمكانك يا موراتا أن تضيف الهدف الثاني. يعني يتقدم ويليان، يخترق ويليان، يدخل ويليان، يراوغ فيها ركلة جزاء أم لا؟ الحكم شاف فيها حالة تحايل منك يا ويليان. الحكم كان قريب جدا من العملية. غريغ باوسن إذا سيعلن على نهاية الشوط الأول هنا بتورف مور بتقدم البلوز بهدف مقابل لا شيء. هذا هو المسجل الهدف الوحيد موراتا. نعم كان ذلك في الدقائق الأولى، الدقيقة 22 تحديدا، ولكن يا موراتا ضيعت الكثير وكان بإمكان البلوز أن يخرج.
شكرا لك مرة أخرى زميلي محمد سعدون الكواري. أجدد ترحاب أيضا بمشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس في مواكبة متواصلة لمباراة بيرلي تشيلسي لحساب الجولة اليوروبا ليج لوفتوف تشيك الذي وقع على الهاتريك أمام نادي باتي بوريسوف. بالمقابل لا تغييرات من جانب مدربي بيرلي، الاحتفاظ على جوارد في حراسة المرمى، لوتون ميل، تاركوفسكي، تايلور، ديفور، كوك، جولمون. تمشي لويليان بالمهارة، ويليان يمر ويليان، موراتا من جديد، موراتا كاد أن يفعل وكاد أن يبصم على الهدف الثاني بعد فاصل الماري وقت لم تحضر التسديدة. برادي فلسطين، برادي يسدد بعيدة يا برادي، بعيدة تماما. برادي امامنا على الصورة، اللاعب الايرلندي اللي فضل انه يسدد من هذا المكان، والحكم يقرب وعنده ماركوس الونسو مرفوعة داخل منطقة الجزاء. روديغر بالراس اليسرى ستلعب هذه الركنية لفائدة بيرلي. المتابعة من الفارو موراتا، زملائي بين منطقة سريعة من باركلي، يمشي باركلي يسدد، غاية في الدقة وغاية في الأناقة وغاية في الروعة، ولكن يبقى الهدف الأساسي والدوري على الإنجليزي. نعم، واليوم لديه فرصة. يراوغ ويليان للبلوز يا ويليان، ما كان ينقصك الهدف، فعلت كل شيء البرازيلي. كونتي ولوفتوف كان هناك ويليان، عنده المساحة يلعب لويليان، لم يمر. الإيطالي جورجينيو، كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء. متابعة مقبل على مباريات مهمة جدا في الأسابيع القليلة القادمة، لكن عموما تشيلسي ضامن النقاط الثلاث، وبالتالي مركز ثاني مؤقتا خلف ليفربول في انتظار كما ذكرت نتيجة مانشستر سيتي وتوتنهام. مباراة المنتخب الإيفواري مشاهدينا الكرام، وعلى ما يبدو